هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. السلام عليكم مستمعي ومستمعات صوت المنتدى. هذا صلاح محمد زين يحييكم ويصحبكم في ساعة اليوم الأربعاء 29 من يوليو. نستهل الساعة كالمعتاد بنشرة للأخبار، ثم نستمع إلى الأستاذ أحمد القيسي عبر محطاته وحوارات في فضاء مكشوف. بعده نتوقف على أهمية الحوار لتحقيق الغايات بقلم وصوت الزميل يوسف بوليسي. كما نفرد مساحة لرسالة صوتية وصلتنا من مستمع متابع للإذاعة تعليقا على لقاء المنتدى ليوم الأربعاء الفائت. وقتا طيبا ومتابعة مفيدة. يا سجان اتكسر جيدك، سنازينك لامت بيدك. يا سجان اتكسر جيدك، سنازينك لامت بيدك. واسوارك واسلاك الشر لك عارك هي تزيدك. يا سجان اتكسر جيدك، يا سجان اتكسر جيدك، سنازينك لامت بيدك. واسوارك واسلاك الشر ذلك عارك هي تزيدك. سجن جسمي وين تروح؟ روح الطارد فيك الروح، روح الطارد فيك الروح. سجن جسمي وين تروح؟ روح الطارد فيك الروح. وحياة الدم المسفوح، وحياة الدم المسفوح، لطلع لك في ليلة عيدك. يا سجان اتكسر جيدك، يا سجان اتكسر جيدك، سنازينك لامت بيدك. صوت المنتدى. هذه نشرة الأخبار، وفي المستهل عناوينها: تواصل انشقاق الدبلوماسيين عن نظام الاستبداد في أسمرة، رحيل المعلم والمناضل صالح حمدي. إلى التفاصيل. ودعت الجالية الإريترية في مدينة ميلبورن الأسترالية يوم أمس الثلاثاء جثمان الراحل المعلم والمربي صالح حمدي سلمان في موكب مهيب إلى مثواه الأخير، بعد أن وافته المنية في 27 من هذا الشهر يوليو الجاري. ولد الفقيد بمدينة كرن عام 34 و900 وألف،
ودرس بها المدرسة الأولية، ثم انتقل إلى أسمرة ليلتحق بمدارسها الثانوية ويتخرج من معهد إعداد المعلمين بأسمرة. بعدها عين مدرسا بعدة مدارس إريترية. كما تخرج الفقيد من معهد إدارة التعليم بأديس أبابا، وعين إثر ذلك مديرا لمدرسة كرن الابتدائية، ثم التحق بالميدان ليعمل في إدارة المناهج التعليمية. وعلى مدى عقدين من الزمان ابتداء من العام 77 و900 وألف عمل مديرا لمدرسة اليونسكو بمدينة كسلا، وتخرجت على يديه أجيال من الطلاب الإريتريين اللاجئين إلى السودان. أما مسيرة الراحل السياسية فقد بدأها مبكرا، حيث كان من شباب الرابطة الإسلامية الذين ساهموا في إعانة قادة العمل الوطني في الخمسينيات في مدينة كرن، ثم التحق للعمل في الخلايا السرية السباعية لحركة تحرير إريتريا، وتمت ملاحقته من قبل الأجهزة الأمنية للمحتل الإثيوبي، وسجن ل3 أشهر وطرد من عمله بالتدريس لفترة. وبعد اندلاع الكفاح المسلح اختار الفقيد المناضل صالح حمدة العمل في خلايا جبهة التحرير الإريترية السرية. شغل مناصب عديدة في المجلس التشريعي واللجنة التنفيذية لجبهة التحرير الإريترية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. واصل عمله الوطني بعد التحرير في مواقع مختلفة، منها تفعيل وتنظيم النشاط السياسي في مدينة ميلبورن الأسترالية التي انتقل إليها في عام 2008. حضر الملتقى الوطني للتغيير الديمقراطي الذي انعقد بأديس أبابا في عام 2010، وانتخب عضوا في المفوضية الوطنية للتغيير الديمقراطي التي أعدت للمؤتمر الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي بأواسا في عام 2011. ألا رحم الله عبده صالح حمدة وأكرم نزله مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وألهم أهله وأصدقائه وتلامذته وشركاء دربه في النضال الصبر والسلوان وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعلن نائب السفير والمستشار الأول بسفارة دولة إريتريا لدى الإمارات الأمين نافع يوسف انشقاقه عن نظام أسمرة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة الأناضول التركية يوم الأحد الماضي 26 من يوليو الجاري. وقال الأمين إن الحكومة رفضت إجراء أي إصلاحات منذ عقدين من الزمان، والتي كنا ننادي بها على مراحل مختلفة، مشيرا إلى أنه كان من ضمن الأصوات المطالبة بالإصلاحات وإقامة مؤسسات للدولة وإجراء الانتخابات وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والسماح بالتعددية الحزبية وإطلاق سراح كافة المعتقلين وإقامة دولة مدنية يتساوى فيها الجميع. وأشار إلى أن الشعب الإريتري الذي قام بتحرير أرضه بعد 30 عاما من النضال فوجئ بنظام ديكتاتوري يقمع شعبه ويخلق عداوات للشعب الإريتري مع كل جيرانه. وانتقد الدبلوماسي الإريتري استمرار عملية القمع والاعتقالات، مناشدا المجتمع الدولي للضغط على حكومة بلاده لإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان بكافة أشكالها. يذكر أن نافع قد التحق بالجبهة الشعبية الحاكمة في عام 1979، وعمل رئيسا للاتحاد الوطني التابع للجبهة الشعبية فرع القاهرة في الفترة من 85 و900 وألف إلى 91 و900 وألف. وبعد الاستقلال تم تعيينه قنصلا عاما ضمن أول فريق دبلوماسي في السفارة الإريترية بالقاهرة في الفترة من 91 إلى 96. كما عمل بعدها مسؤولا لدائرة الشرق الأوسط والمراسم البروتوكولية بوزارة الخارجية، ثم عمل كذلك قنصلا عاما في السفارة الإريترية بكل من لبنان وسوريا. كما أعيد في عام 2001 إلى القاهرة بعد تعيينه مستشارا للسفارة الإريترية. وكان نافع قد عمل كقائم بالأعمال في السفارة الإريترية بدولة الإمارات في الفترة من 2008 إلى 2013، وبعدها وحتى 22 من يوليو الجاري عمل نائبا للسفير في الإمارات. وعلى ذات الصعيد يذكر أن السكرتير الأول لمندوب إريتريا لدى الاتحاد الأفريقي الدبلوماسي محمد إدريس جاوج سبق وأعلن في مايو الماضي انشقاقه عن حكومة بلاده. وقال جاوج في لقاء بثه التلفزيون الإثيوبي الرسمي في 12 من مايو الماضي إن غياب مؤسسات الدولة وانعدام الحرية من أهم أسباب انشقاقه عن نظام الحكم في إريتريا. هذا وقد بدأ مسلسل هروب الدبلوماسيين الإريتريين منذ عام 2001
عقب اعتقال الحكومة الإريترية 15 مسؤولا ووزيرا أبرزهم نائب الرئيس محمود شريف، وهي المجموعة التي عرفت لاحقا باسم المجموعة الإصلاحية G15. نهاية النشرة. محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. التحية إلى جميع الإخوة والأخوات المستمعين، وكل عام وأنتم بخير. كان لابد كمدخل من الاعتذار عن الانقطاع المفاجئ الذي صادف هذا البرنامج بعد إذاعة الحلقة الأولى من حوارات في فضاء مكشوف. والواقع أن الموضوع يتكون من 4 حلقات متسلسلة لوقائع حدثت في مرحلة تاريخية دقيقة من تاريخ الشعب الإريتري. هذه الوقائع هي عبارة عن شهادة شخصية لوقائع عشتها شخصيا، حددت أحداثها ملامح المراحل المقبلة والمآسي التي تلتها، وكل ما يقال عن طبيعة الحكم في إريتريا وما آلت إليه الجبهة الشعبية من انهيار أبسط القيم التي مات من أجلها خير الشباب هذا الوطن. وهي محاولة متواضعة لتسليط الضوء على مسألة بغاية الأهمية والمحيرة للكثيرين ممن يتساءلون بحسن نية عن التاريخ الذي صنعوه هذا التنظيم أبان حرب التحرير والسقوط المزري الذي سقط فيه ما بعد التحرير، والعوامل التي أنتجت ظاهرة الدكتاتور والاستحواذ القبلي على السلطة، والقضاء على الرموز السياسية بصورة لا يمكن تخيلها أو توقعها، ثم المسلسل اللامتناهي من المصائب والأهوال، والأنكى من ذلك هو الأفق المسدود للتغيير والوضع المحزن للمعارضة. لعل هذه الشهادة للوقائع التي سبقت مؤتمر نقفة أو المؤتمر الثالث للجبهة الشعبية تكشف إن هذا النظام وتشكله جاء نتيجة حسن نوايا الكوادر الوطنية، ولم يدر في ذهن هؤلاء الكوادر أنهم ضحية لمؤامرة وخديعة، إذ لا يجوز أن تنتج تجربة بهذا الحجم نهاية مأساوية للذين صنعوها، بل إن الأنكى والأمر في الموضوع كله برغم مأساوية النتائج التي نتجت عن هذا الانقلاب من ثمن دفعه وما زال الشعب الإريتري يدفعه. تبرز لنا الحلقات 4 من خلال الشهادة الدامقة أن هؤلاء الحكام الجدد في أسمرة هم أقل بكثير جدا مما نتصور من حيث القوة والذكاء والفعل. هؤلاء هم صناعة لحظة القفلة في التاريخ والوضع المزري والمحزن للقوى السياسية المعارضة والتيه الذي سقط فيه شباب هذا البلد. على كل حال، لعل هذه الشهادة تكون إسهاما متواضعا في فهم حقيقة هذا النظام وكيف جاء، وما هي حقيقة قوة هذا النظام وعوامل قوته. ومن العجيب والقريب أن أهم عوامل القوة والاستمرارية هي بؤس القوى السياسية المعارضة وتمزقها وفقدانها للاتجاه الصحيح للعمل الجاد والمؤثر. فإذا كانت الحلقات 4 تبرز بما لا يدع الشك أن النوايا الطيبة والمثاليات الثورية الفارقة كانت سببا رئيسيا في سقوط التوجه الحقيقي للجبهة الشعبية ومجيء هؤلاء الحكام، فإن استمرار هذا النظام يعود إلى التمزق الذي تعيشه الحركات السياسية واللقى والممارسات السياسية التي يحكم تصرفاتها وسلوكها بوجه عام. ونعود لنعتذر عن الانقطاع الذي صادف بعد إذاعة الحلقة الأولى، فقد كانت الأحداث التي شهدتها منطقتنا ولا سيما الحرب اليمنية السعودية
سببا رئيسيا في التوقف لعوامل عدة. وبهذه المناسبة فإن هذه الحرب كانت إحدى طوق النجاة التي سعى النظام لاستثمارها، وقد نجح لحد ما، والبركة للأخوة السودانيين ونصائحهم. ففي سوق عرض الخدمات كان النظام الإريتري طليعيا في فتح مجاله الجوي واستخدام مطاراته وتسخير بحريته، بل والاستعداد للمساهمة بقواته أسوة بالأخوة في السنغال. وبرغم هذا الكرم الحاتمي إلا أن الأمريكي لم يكن متحمسا على ما يبدو، مما دفع برأس النظام بكيل الشتائم والاتهامات على الأمريكيين في خطابه بذكرى التحرير. وفي الختام نحن على أبواب مرحلة حاسمة في تاريخ ووضع المنطقة، فهل تحسن القوى السياسية قراءة هذا الواقع المتبدل؟ وسيبقى إسهامنا في تسليط الضوء من خلال الوقائع التي عشناها والمعرفة التي اكتسبناها للرموز الفاعلة لهذا النظام، لنعري ونكشف بأن هذا النظام في النهاية ليس إلا نمر من ورق. ومع إعداد هذه الحلقات وإعادة ترتيبها لتذاع، جاء الحدث المزلزل هذه المرة من جنيف، متجاوزا كل التوقعات ومعلنا عن انعطاف حقيقي وحاد في تاريخ الحركة السياسية للمعارضة الإريترية. وأثبتت الجماهير الإريترية ولا سيما الأجيال الجديدة إنها بالفعل أكثر وعيا وأكثر ديناميكية وأكثر إبداعا في خلق الأدوات وآلية مواجهة النظام بلغة هذا الزمان، بينما الكثير منا قد تحجر وأصبح أسير للغة الخشبية وأدوات وأساليب العصور الماضية. لا شك ما حدث في جنيف وما أبدعته الجماهير الإريترية بمختلف أطيافها السياسية ومكوناتها الاجتماعية قد وضعت النظام الإريتري في الزاوية التي يجب أن يوضع فيها كنظام قاتل ومجرم ويجب تقديمه للعدالة. وسوف نرى في الأيام والشهور القادمة الاستحقاقات لهذا الفعل والإنجاز العظيم. وبنفس المستوى كانت جماهير جنيف تبعث بالرسالة الغير مباشرة لكل القوى السياسية المعارضة ولجميع الأطياف السياسية أن وحدة القوى السياسية ممكن ضمن الهدف الكبير إسقاط النظام وبناء الدولة المدنية والمواطنة المتساوية والتوزيع العادل للثروة دون الجعجعة السياسية التي امتازت بها سنوات المعارضة في الماضي. كما كانت جماهير جنيف بفعلها العظيم وتحديها ردا لكل هؤلاء المرجفين الذين حاولوا أن يشككوا في قدرة الشعب الإريتري في المواجهة وخوض المعركة مع النظام، زاعمين أنه قد وصل إلى حالة لم يعد يجد فيها غير الهروب إلى أصقاع العالم. جنيف لم تكن تحدي للنظام فحسب، بل كانت الرد الطبيعي والمبدع للكل للنظام والمعارضة والمشككين المتخاذلين. فهل نستوعب الدرس؟ هنا تكمن القضية. شكرا. محطات مع أحمد القيسي. حوارات في فضاء مكشوف، الحلقة الأولى. في جولة شملت عدة مناطق سعدت بعدة لقاءات ببعض الشباب الإريتري في المهجر، والواقع أنني خرجت من هذه اللقاءات بحصيلة كبيرة من المعرفة وبتلمس أشياء كثيرة كانت غائبة عني أو غيبها الزمن، ثم الاهتمام العميق بالتفاصيل والجزئيات التي وبحكم العادة أو السن عادة ما يتجاوزها من هم على شاكلتنا. والحصيلة أنني خرجت بحصيلة كبيرة من المعرفة وبحقيقة مرة مفادها. أين أوصلنا الحال بعد هذه التجربة المريرة؟ الحوار الأول جرى مع مجموعة من الشباب الذين لم يكونوا بعيدون عن تجربة الجبهة الشعبية، فمعظمهم من طلبة مدرسة الثورة، حتى أصبحوا رجالا وانخرطوا في نشاط التنظيم، وقد عول عليهم التنظيم باعتبارهم الأكثر ولاء والأكثر وفاء،
والحقيقة أن هؤلاء كانت لهم نشأة خاصة، فقد نمى وعيهم السياسي والفكري وسط معمعة النضال، وتشكل هذا الوعي مشبعا بالخطاب السياسي الذي كان سائدا، معتبرين كل ما يصدر عن التنظيم حقيقة مطلقة غير قابلة للنقاش. هؤلاء الآن يقفون في الاتجاه المعاكس تماما، رفضا للنظام ورموزه، والقريب أنهم حين يقومون بتحليل النظام لا بد وأن يشملوا رموزه الفاعلة، مذكرين بتفاهة هذه الشخصيات ودورها الباهت والملتبس. أبان الكفاح المسلح، والواقع هي ملاحظة دقيقة بحاجة إلى وقفة وتحليل حقيقي. بداية حواري معهم جاء كالآتي: كيف نقيم النظام حاليا ونحن جميعا كنا جزء منه وأكثر الناس دفاعا عنه، وما هو منطلقنا لمعارضة النظام؟ وجاءت الإجابات بشكل متسارع وكأنه شلال متدفق، فأخطاء النظام لا تحصى، وهم الراصدون لكل صغيرة وكبيرة، والعالمون ببواطن الأمور، وأصحاب المعرفة الحقيقية برموز النظام وأدواته. أجاب أحدهم وهو الأكبر سنا والأعلى مرتبة في التجمع السياسي الذي يجمعهم، قائلا: حين نقيم هذا النظام لا بد أن نعود بعيدا إلى الوراء، فانقلاب الرئيس على المبادئ الذي قامت عليها تجربة الجبهة الشعبية لم تكن وليدة اليوم أو لحظة ما بعد الاستقلال، فالرجل وإن لم يكن يخفي طموحاته منذ البداية، إلا أنه وبعد الانسحاب الاستراتيجي بدأ عازما على الاستحواذ على السلطة وتركيز السلطة في مكتب الأمين العام ومساعده، والتي تعني في يديه عمليا، حيث إن الأمين العام السيد رمضان كان غائبا أو مغيبا. ثم أنتم المسؤولون، أنتم الذين كنتم في القيادة، ألم تلعبوا جميعكم بوعي أو بدون وعي وبتآمر دورا محوريا في صناعة هذا الصنم؟ إن الصمت والتجاوز ألم يكن كافيا لصناعة هذا الفرعون؟ إذن من الذي صنعه؟ حتى حين طرحتم ضرورة تبديل القيادة قبلتم أن يبقى حلقة الوصل بين جيل بدأت شمسه في الغروب وبين جيل ينضج حيوية دون اعتبار لأساسيات الانتقال، وكأن الأعمار كافية كي تكون سببا مقنعا لمرحلة جديدة. وهنا تدخل شاب آخر مذكر صديقي وموجه كلامه لي: ألم تكن أنت أحد الذين يطالبون بضرورة ضخ دماء جديدة في القيادة؟ وكانت هذه الدعوة هي بداية انقلاب الرئيس، أو دعوة تلبي رغبة كامنة في نفس الزعيم وطموح المقربين منه. ألم يكن في ذهنكم شك حتى على المستوى البسيط بأنكم تسلمون رقابكم والتجربة التي صنعتموها لأيدي غير مؤتمنة، سيما وأنتم أكثر الناس علما واطلاعا بأن تجربة الجبهة الشعبية لم تصنع صف ثاني من القيادة متمرس قادر على الحفاظ على الإرث النضالي لهذه التجربة؟ أليس الأمر قريبا؟ ثم ما هو المبرر لهذا التصرف؟ ألم تكونوا سياسيين تقودون حركة سياسية نضالية تتسم بالديمومة لتحرير شعب وأرض؟ أم كنتم مجلس حكماء يبحث عن الصفاء شاء أن يترجل حين وجد إن المهمة قد انتهت؟ الواقع كان حديث الشاب والموجه لي شخصيا أشبه بمطرقة هوت على رأسي، نبشت من قاع الذاكرة أحداث كان لها أن تبقى زمن حتى يأتي الزمن الجدير بروايتها، لأن المسألة من وجهة نظري أن هذه المسائل والمفارقات كانت تحمل من الملابسات الكثير مما قد يعقد المشهد السياسي في هذه المرحلة أكثر مما هو معقد أصلا. لم يكن أمامي من خيار رضيت أم لا سوى أن أسرد الحقيقة كما هي أو كما عشتها وكنت أحد أبطالها. وقبل أن أسرد أحداث هذه الرواية أود أن أسرد بعض الحقائق
كنقاط لتوضيح الصورة في موقف هؤلاء القادة. دخلت الجبهة الشعبية مدينة أسمرة وبحوزها مكنة عسكرية ضخمة تم بناءها على مدى سنوات في الجبهات المختلفة. هذه القوى كانت تفتقر للعنصر السياسي الموحد والخطاب السياسي الواحد الذي يتلائم وطبيعة مرحلة ما بعد الاستقلال والمهام المطلوبة، إذ كانت الأغلبية من قواعد هذه القوات من العناصر التي جلبت قسرا من الأرياف النائية أو من الذين انخرطوا حديثا في التنظيم بدوافع الانتصارات التي كانت تحقق آنذاك. ثم إن ظرف انخراط هذه الكتل البشرية لم يكن يسمح بإخضاعها لبرنامج سياسي تعبوي يرفع من مستوى دورها السياسي. وللأمانة التاريخية فإن القوى الاجتماعية الحديثة والقوى المستنيرة والذي استغرق إنشاءها لأجيال بدءا من الاستعمار الإيطالي كلها قد دفعت كثمن في سهول ووديان الساحل وباقي الأراضي الإريترية. وفي اعتقادي وقناعتي الشخصية أن هذا الثمن الباهظ الذي دفع سوف يحتاج لأجيال كي يستعيده الشعب الإريتري، ناهيك عن تطاول البعض الذين لا يفقهون عن الثمن المدفوع من أجل هذا الوطن. ثانيا، أن أي تجربة إنسانية وبطبيعة حالة البشر لابد أن تبرز اختلافات في الرؤى، وبروز حالات من الاختلافات قد تصل إلى حد القطيعة أو يمكن التعايش معها أو حلها وتجاوزها. ولم تكن حالة قيادة الجبهة الشعبية بعيدا عن هذه الحالة، بل الأنكى من ذلك والذي ثبت أخيرا لأعضاء القيادة حين بدأوا تحركهم فيما عرف بمجموعة ال15 أو G15 إن معظم الأمور التي كانوا يختلفون عليها كانت بوحي وإيحاء الرئيس إسياس أفورقي، وذلك حين قرروا في جلساتهم المصارحة والمكاشفة حول الأمور العالقة بينهم، ولو إن هذه المكاشفة جاءت متأخرة كثيرا بكل أسف. ثالثا، العمر التنظيمي لقيادة الجبهة الشعبية والمنصوص عليه في النظام الداخلي للجبهة لا يتعدى السنوات ال4، وهذه قيادة ما زالت متربعة بدءا من المؤتمر الأول للجبهة 10 سنوات وحتى المؤتمر الثاني. وبرغم جدارة هذه القيادات ووطنيتها فإن طبيعة الأشياء كانت تقتضي التغيير، فأمور كثيرة حدثت طوال هذه السنوات، ثم الواقع السياسي الجديد المتمثل بالاستقلال وبناء الدولة الجديدة كلها عوامل مستجدة ومختلفة تحتم ضرورة المراجعة والبناء السياسي انسجاما مع بناء الدولة الجديدة المعبرة لكل الشعب والحاضنة له دون استثناء، متجاوزة مرارات الماضي. وللأمانة والتاريخ قد كانت قيادة الجبهة الشعبية المتمثلة في مجموعة ال15 وعلى رأسهم الأخ محمود شريفو والأخ هايلي والتنسائي الدرع المتصدرون بضرورة التغيير الجذري استنادا إلى معطيات التجربة، بل وصل بهم الحد إلى المطالبة بضرورة إنزال جميع أعضاء القيادة دون استثناء. وقد كنت أحد الذين تحركوا بحيوية فائقة من أجل هذا المطلب إلى جانب الأخ عبد الله جابر الذي كان حينها عضوا في اللجنة التحضيرية. استنادا إلى أهمية هذه الإيضاحات لنبدأ القصة من البداية، حين تم الاتفاق على ضرورة عقد مؤتمر للجبهة الشعبية والذي تحتمه الظروف ويقع عليه المستقبل السياسي لهذا البلد، كون أن هذا التنظيم أنجز الاستقلال وأمامه مهام إنجاز بناء الدولة والمصالحة الوطنية وإشراك الجميع في هذه المهام الوطنية من خلال وضع دستور يحظى بإجماع وطني وقانون تكوين الأحزاب ووضع ميثاق للصحافة. هذه المهام العملاقة كانت بحاجة إلى تنظيم منسجم مع نفسه وقادرا أن يطرح رؤية متماسكة استراتيجيا وعبر مراحل مدروسة، وليس إلى تنظيم مأزوم سياسيا ومقتر ومقرور بقواه العسكرية. وقيادة برغم وطنيتها وإخلاصها لا زالت تحمل بداخلها رواسب ضعف الإنساني لا زال عالقا في أذهان معظمها. وهنا بدأت الحيرة في كيفية عقد المؤتمر.
فقد جرت العادة أن تقوم كوادر الحزب بمناقشة الوثائق التي ستقدم للمؤتمر والتصور للهيكل المطلوبة والعناصر المرشحة للقيادة والعناصر المطلوب إزاحتها. طبعا كل ذلك كان يجري برعاية الحزب وقيادته، ولكن حاليا ليس هناك حزبا يضع أساسيات وسيناريو لمعالجة هذه الحالة، كما إن قيادته وإن بقيت موجودة بحكم إنها قيادة للجبهة فليس لديها شيئا يمكن أن تقدمه بصورة جماعية. فالسيد الرئيس قد أعلن نهاية الحزب هكذا وبكل بساطة، وكأن الحزب عبارة عن محطة حافلات تم الاستغناء عنها وعن خدماتها. كان لهذا القرار الأهوج انعكاسات خطيرة من وجهة نظري، أولها وأهمها أن الثقة التي كانت سائدة بين الأعضاء والقيادة وبين الأعضاء فيما بينهم قد بدأت في التصدع، فمعظم الناس كانت تقبل بعضها البعض على مضض في ظل غياب النقد والتقويم والتحليل، معوض ذلك بالانتصارات العسكرية التي طبعت المرحلة. وقد يكون هذا السبب في بروز ظاهرة الجنرالات ونفوذهم، فقد انحسر كل عمل سياسي عاقل وكل نقاش سياسي مسؤول، واستبدل عوض عنه بالأعمال الخارقة لعلان وفلتان ودور ذلك الشخص وتقصير الآخر، وضاعت الحقيقة وأصبح المناخ العام مشبع بروح الإشاعات، وسادت حالة من الاستقطاب من قبل عناصر وقوى في تصفية حساباتها، كونها قد عانت في فترة ما قبل الاستقلال والقريب إنها هي الآن من يتصدر المشهد السياسي إلى جانب السيد الرئيس. هذا المناخ والوضع المأزوم كان ينسجم ورغبات وأهداف السيد الرئيس بدليل ما جرى بعد ذلك. لكم التحية، إلى الحلقة المقبلة. أحمد القيسي. محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. صوت المنتدى. الحوار ثم الحوار مسلكنا لتحقيق الغايات. تتوارد الأنباء من داخل الوطن بشكل متسارع، وتتحدث عن حراك شعبي بدأ يأخذ حيزا تنظيميا دقيقا لموعد صار قريبا، وقد لا يهملنا وقتا كافيا لترتيب أوضاعنا نحن كقوة وطنية معارضة، لأننا لازلنا نوجد في مساحة تاريخية وسطى ومزعجة ومبهمة ومثيرة، تراوح مكانها بين مرحلة صارت في إرشيف التاريخ وأعني بها مرحلة الثورة العارمة، وبين مرحلة الدولة التي لم يكتمل مشروعها نتيجة لتسلط مجموعة صغيرة على الأرض والعباد، والتي تحتكر العنف لتحقيق أمن القائد الأوحد وتقضي على مشروع الدولة المدنية الديمقراطية، ذلك الحلم الجميل الذي راودنا لسنوات طويلة. تلك الدولة المدنية التي من المفترض أن يشارك كل مواطن في تسيير الفضاء العمومي لحريته فيها من خلال التزامه الحثيث بقضايا المجتمع. لقد أراد النظام تحويل الشعب الإريتري صاحب النضال التحرري العريق إذن إلى كتلة سكانية قابلة للاستهلاك اليومي الفارق أو المفرغ من واقع التاريخ بلا رحمة، تحت مسميات شتى، ومنها الثورة تحديدا، وإن كانت الأسماء الأخرى ليست أقل شأنا من قبيل
السيادة الوطنية والوحدة والويانة، والسلسلة طويلة، وذلك خدمة للقائد الأوحد والحزب الأوحد وشعاره الأجوف: شعب واحد وقلب واحد. إن مواطن الدولة الوليدة قد انقلب في الأثناء الزعامية الأسياسيوية إلى ذرة تابعة للزعيم تسجلها السلطات الأمنية في إرشيفها المركزي وتحولها إلى رقم وبصمة ووجه، هي لعنة على حاملها إلى يوم قيامته، تطارده في كل مرة يحاول فيها أن يصبح مواطنا، أي شريكا في ذلك الوطن الذي تم الإعلان عنه كأغليم مغلق وسجن رهيب ومخيف باسم السيادة، التي تحولت عندنا من مفخرة قانونية للشعوب الحديثة إلى كارثة أمنية على شعبنا الذي لا يستطيع أن يمانع، أن يقاوم، لا من الداخل فيقع تحت طائلة الخيانة العظمى، ولا أن يقاوم من الخارج لأنه سيحمل وزر الاستقواء بالأجنبي، وبالتحديد العمالة للويانة وأمريكا والغرب، والسلسلة أيضا طويلة. هذه هي لعنة الأسماء التي استعملها السلطان إسياس استعمالا نسقيا ضد شعبنا، ربما نحن لا نتذكر منها عادة إلا دلالاتها الوطنية، وكان علينا أن نسأل لماذا، رغم أن السؤال بلماذا كان محور حديث الشارع منذ فترة ليست بالقصيرة. وبعد حركة 21 يناير المجيدة أضاف إليها اسما آخر وهو الدلالة الطائفية، والحال أن الدلالة الكارثية للهوية لا هي وطنية ولا يحزن، بل هي أمنية، لقد تم الزج بالأفراد في أكياس صلبة تشرف عليها أجهزة قمع شديدة التنظيم والمركزية، وقادرة على المراقبة والتجسس والأرشفة طويلة الأمد بكل الوسائل المادية والورقية والرقمية والبصرية والسمعية إلى آخره. في ظل هذا الجو الزعامي المفرط في هيمنته الرمزية، كدنا نصدق بتحول شعبنا إلى شتات أخلاقي وذرات شخصية غير مؤهلة لأي توقيع كبير، إلى أن حملت إلينا الأنباء هذه الأيام بهذا الحراك الشعبي الذي بدأ يتشكل بوعي ويتبوتق في خندق الرفض والاعتراض والمقاومة، وكما يقال فإن الغيث الهادر يبدأ بقطرة، فإن الواقع إذن أصبح أكثر تهيئا لإحداث التغيير المطلوب. ربما يعتقد المرء للوهلة الأولى أننا في المعارضة الخارجية نسلك إذا حريتنا السلوك نفسه الذي نسلكه مع بعضنا، ذلك بالنظر لواقع الفعل السياسي المزري والمتمعن في ذلك الشحن الغارق في رؤى هلامية لدى أدواته التي تستهلك من الطاقة والوقت في جدل يشبه في عقمه ذلك الجدل البيزنطي حول من جاء أولا، الدجاجة أم البيضة. وقد يكون فيما يذهب إليه هذا أو ذاك صحيحا، ولكن رغم ذلك لدينا نحن الإريتريون إيمان راسخ بأن الحرية لا تكون بلا ثمن أبدا، ويختلف الثمن باختلاف الزمن والظروف، وفي كل مرة لكي نستحقها علينا أن نكون مستعدين لدفع الثمن عوضا عن تأجيله. يحضرني هنا قول الشاعر أحمد شوقي: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. وفي هذا الإطار هناك العديد من الأسئلة الملحة التي يجب أن نجد لها من الإجابات الشافية، من قبيل أين نحن من معاناة شعبنا؟ وما هي الإسهامات التي يمكن أن نقدمها من أجل تغيير هذا الواقع المرير؟ وما وزر كل من تخلف منا أو حاول تخليفنا؟ وهل نحن قوم نستحق الحرية حقا؟ تتنازعنا في الإجابة على هذه الأسئلة خواطر مختلفة أو متناقضة حتى، فإننا نعتقد أن الإنسان كائنا من كان وفي أي مكان وجد يستحق أن يولد ويعيش حرا، رغم أن البشرية طوال تاريخها الحديث والقديم لم يكن فيها الإنسان حرا، حيث عاش تحت نير العبودية التي تطورت بأشكالها المختلفة بتطور أدوات الإنتاج وتنوع وسائله، إلى أن بلغنا هذه المرحلة التي أصبح فيها العالم قرية صغيرة. لكننا أيضا لا ننسى أن إرث الحرية يبقى للأجيال اللاحقة إن استحقته وحافظت عليه،
كما هو في المجتمعات الغربية التي استطاعت عبر مراحل من الحوارات المستمرة في فترات زمنية متعاقبة من تثبيت مبادئ أساسية ذات قيم إنسانية عالية. مرة أخرى هي أسئلة قد تحتاج لمساحة أكبر مما تسمح به هذه السانحة، غير أنه يمكننا تحديد بعض المعالم التي قد تعيننا في تلمس السبل الصحيحة لإجراء حوار سليم وبناء يحلق بشعبنا في عوالم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. بداية، إن وجود أكثر من وجهة نظر أو رأي حول القضايا الوطنية لا يمكن تفسيره على أنه حالة سلبية، بل العكس من ذلك، فإنها حالة إيجابية مفيدة لا بد منها في أي نقاش يجري بين القوى السياسية، لما في ذلك من فوائد كثيرة وكبيرة. فعقل الناس من جمع إلى عقله عقول الناس، فيستفيد المرء من تلك الآراء والمناقشات التي تدعم رأيه وتنصره وتكون دافعا له للاعتداد برأيه وعدم الحياد عنه، أو قد تكون متضاربة ومختلفة مع رأيه ومخالفة لوجهة نظره. وفي هذه الحالة يستفيد أيضا من تلك الآراء في تصحيح بعض آرائه وأفكاره الخاطئة إذا كانت آراء الآخرين وأفكارهم أشمل وأعمق وأدق من آرائه ووجهة نظره، وذلك بعد اقتناعه واعتقاده شخصيا بها. ففي نهاية المطاف لابد أن يصل كل من طرفي النقاش إلى محصلة نهائية يتفقون بها ومحطة نهائية يقفون عندها. ولكن ليس هذا شرط أو قاعدة في كل نقاش، فقد يكون هناك أكثر من رأي، وكل رأي من هذه الآراء صحيح ومنطقي، مع إنها قد تكون متضادة ومتضاربة في الوقت نفسه. وتفسير ذلك هو أن هذا الرأي المعين قد ينفع لظرف وموقف معين، ولا ينفع ويصح لموقف وظرف آخر. وهكذا فإن النظر إلى المسألة الواحدة قد يكون من زوايا وجوانب متعددة وكلها صحيحة ومنطقية، سواء كانت متفقة مع بعضها أو متضادة أو متضاربة، والذي يحكم صحتها وصوابها هو الظرف والزمان أو المكان وغير ذلك من العوامل المختلفة. إن مسألة أن يكون لكل منا وجهة نظره أو رأيه في حقيقة الأمر مسألة مهمة ودقيقة جدا، ولا بد منها في كل نقاش وحوار. أما أن يكون الإنسان على الحياد دون رأي يذكر فإنها حالة سلبية تماما، وتدل على ضعف شخصية الفرد، بحيث أنه لا يستطيع أن يكون لنفسه رأيا خاصا به يعبر به عما يختلج في أعماق نفسه وما يختزن في عقله من أفكار وآراء وخبرة. لابد في كل حوار أو نقاش يحصل أن يستند إلى قواعد وأسس ثابتة قوية، إذا ما توفرت فيه صار الحوار قويا بناء مثمرا ومفيدا تبعا لذلك. ومن هذه القواعد والأسس التي احتواها الفكر الإنساني ورأينا بفائدتها ما يأتي: أولا، لابد من مراعاة الديمقراطية وحرية الرأي في النقاش وعدم الاستبداد بالرأي أو فرضه على الآخرين، وهذه مسألة غاية في الأهمية في كل نقاش. ثانيا، عندما يشتد ويحتد الصراع الفكري بين الأفراد وتلتهب حلقة النقاش بالآراء المختلفة المتضاربة وتبلغ أوجها، فلا بد من مراعاة استمرار وبقاء الود واللطف والتواصل بين أفراد النقاش. ذلك الاختلاف في الآراء ينبغي أن لا يؤثر على استمرار العلاقات الطيبة والمودة بين الأفراد، فالاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية كما هو معروف. فهذا النوع من الاختلاف يلزم أن لا يكون مدعاة للعداوة والكره والحقد بين أفراد، بل هو مدعاة لتنمية أفكار والآراء وتكامل العقول وتواصلها. ثالثا، يلزم مراعاة عدم الاستخفاف بآراء الآخرين وأفكارهم أو الاستهزاء بهم مهما كانت أفكارهم خاطئة أو ساذجة. رابعا، عندما يكون لنا رأي معين ونكون مقتنعين به، علينا الإفصاح عن ذلك بكل ثقة واعتزاز وبدون تردد أو خوف أو وجل من ردة أفعال الآخرين حوله. خامسا، لابد أن تكون الأفكار والآراء المطروحة في الحوار مبنية على أسس سليمة ومستندة إلى أدلة وحجج قويمة ودراية حول الموضوع المطروح.
سادسا، الالتزام بالموضوعية في النقاش بعيدا عن التطرف والعنصرية والانحيازية. وكل هذه الأسس تكون بدون فعالية إذا ما افتقدت إلى رؤية وطنية واضحة تكون نبراسا يهتدى به في حواراتنا. وقطعا ينبغي أن تحتوي هذه الرؤية على الثوابت الوطنية ومراعاة الخصوصية التاريخية والنضالية لشعبنا وتجربتنا الثرية، وبالتالي الاستفادة من تجاربنا السابقة للارتقاء بالفعل السياسي الإرثي إلى فضاءات رحبة. وفي اعتقادنا أن ثوابتنا الوطنية تتمثل في الآتي: الحفاظ على وحدة الشعب الإرثي ووحدة أراضيه، الحفاظ على السيادة الوطنية للدولة الإرثرية، الاعتداد برموزنا الوطنية. فإذا ما فعلنا الحوار بيننا إذن سنقي شعبنا عواقب وخيمة قد لا تظهر لبعض السذج في هذه المرحلة نتيجة لغصور الرؤى. وقطعا لا يعني ذلك أن نحاور النظام لأنه لا يعترف بنا ولا بوجودنا كما ذكرنا ذلك في برامجنا السابقة. فضلا عن ذلك ينبغي علينا ترتيب القضايا تراتبا رأسيا وفق أولوياتها الظرفية مكانية كانت أو زمانية، وهكذا نستطيع تجنيب شعبنا ووطننا ما يرتسم في مخيلة القائد الأوحد ومن تحلق به من الطفيليات وما يضمرونه من سوء تجاه الوطن والشعب والذي لم يعد خفيا. ونحن في إذاعة صوت المنتدى باعتبارنا إعلاما حرا ونزيها يسعى لتمليك كل الحقائق لشعبنا ويحاول الإسهام في إرساء دعائم صحيحة لحرية الرأي ومحاربة الإقصاء والتهميش بكل أشكالهما، سنعمل بجد وهمة من أجل بلوغ مرحلة الدولة الدستورية بكل ما تعنيه من مضامين ورقى. ولك المجد يا شعبي يا قاهر الزمان. بدليون تدخن اللي حاطب نايل بيت بثمر اللي ومخدو كذا وكذا عدي عين بدليون تدخن اللي حاطب نايل بيت بثمر اللي ومخدو كذا وكذا عدي عدو فأنا بفتان ما يقدم أثمرة فأنا بفتان ما يقدم أثمرة تسمى ذا حبخو بالصبا معرة كما يكون يهلو كبيات حيرة ويدري تفمرة بنبره خطات بيتو لابونا بنبره خطات بيتو لابونا أخرنات ولا قول مباتات عدنا بعل من اللقو كابح واسدرانا كابح وحمدنا لكعتنا كابرح معلوك نتقرن فندوك قذاوتنا معفنا لكعتنا كابرح معلوك نتأكد النوك قذاوتنا حرمنا فيما يلي نذيع الرسالة الصوتية التي وصلتنا من المستمع الكريم برهان بيان، والتي يعقب ويعلق من خلالها على اللقاء الذي أجريناه يوم الأربعاء الفائت مع الأستاذ نوري محمد عبد الله. ولزم أن ننوه بأن إذاعة آراء وتعليقات المستمعين تأتي في إطار إتاحة الفرصة للرأي والرأي الآخر، وليست بالضرورة تبني لما يرد فيها.
أنا اسمي برهان بيان. بس اليوم سمعت أستاذ صلاح كان عنده لقاء مع نوري محمد عبد الله. أنا استغربت يعني لما هل مثلا نوري عبد الله بيعرف ما معنى تدخل؟ لأنه لما هو ذكر كان تدخل في الكفاح المسلح ذكر بس تدخل ويانة في الكفاح المسلح. هل ويانة دخلت في شؤون إريتريا؟ والله يا أستاذ صلاح لو تسألوا ضيفك إذا يشرح لنا ما معنى تدخل، لأنه يعني الكلام يعني أنت كنت بتسأله سؤال كويس، لكن هو كان بيحرف بيألف. يا ريت لو حصلت فرصة تسأله ما معنى تدخل يعني. وبعدين كمان لو هو مثلا بيعرف التدخل الحاجات اللي حصلت في إريتريا لو يشرح لنا كان كويس، لأنه كلامه كان كله تهديد إيه عشان يخوف إريتريين عشان ما يحاربوا سياسة أفوركي. كله كلامه كان تهديد بس. السلام عليكم صلاح، عيد مبارك. دول بيت كريستيان أذاننا مساجين، دول بيت كريستيان أذانت مساجين، اللوجي بيلين بشدة تناقل من كسيغة عدي بهذا الدبل بهذا عدنا كابر حكم عدو بالتأكد بذوتنا مع الثمان. عدنا كابر حكم عدو ونتلت بذوتنا حبيبنا. بدليون تذغن اللي حاسبنا البيت بسمر اللي ومخدكو كذا وكذا بدليون تذغن اللي حاسبنا البيت بسمر اللي ومخدكو كذا وكذا. صوت المنتدى. هذه نشرة الأخبار، وفي المستهل عناوينها: تواصل انشقاق الدبلوماسيين عن نظام الاستبداد في أسمرة، رحيل المعلم والمناضل صالح حمدي. إلى التفاصيل. ودعت الجالية الإريترية في مدينة ميلبورن الأسترالية يوم أمس الثلاثاء جثمان الراحل المعلم والمربي صالح حمدي سلمان في موكب مهيب إلى مثواه الأخير، بعد أن وافته المنية في 27 من هذا الشهر يوليو الجاري. ولد الفقيد بمدينة كرن عام 34 و900 وألف، ودرس بها المدرسة الأولية، ثم انتقل إلى أسمرة ليلتحق بمدارسها الثانوية ويتخرج من معهد إعداد المعلمين بأسمرة. بعدها عين مدرسا بعدة مدارس إريترية. كما تخرج الفقيد من معهد إدارة التعليم بأديس أبابا، وعين إثر ذلك مديرا لمدرسة كرن الابتدائية، ثم التحق بالميدان ليعمل في إدارة المناهج التعليمية. وعلى مدى عقدين من الزمان ابتداء من العام 77 و900 وألف عمل مديرا لمدرسة اليونسكو بمدينة كسلا، وتخرجت على يديه أجيال من الطلاب الإريتريين اللاجئين إلى السودان.
أما مسيرة الراحل السياسية فقد بدأها مبكرا، حيث كان من شباب الرابطة الإسلامية الذين ساهموا في إعانة قادة العمل الوطني في الخمسينيات في مدينة كرن، ثم التحق للعمل في الخلايا السرية السباعية لحركة تحرير إريتريا، وتمت ملاحقته من قبل الأجهزة الأمنية للمحتل الإثيوبي، وسجن ل3 أشهر وطرد من عمله بالتدريس لفترة. وبعد اندلاع الكفاح المسلح اختار الفقيد المناضل صالح حمدة العمل في خلايا جبهة التحرير الإريترية السرية. شغل مناصب عديدة في المجلس التشريعي واللجنة التنفيذية لجبهة التحرير الإريترية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. واصل عمله الوطني بعد التحرير في مواقع مختلفة، منها تفعيل وتنظيم النشاط السياسي في مدينة ميلبورن الأسترالية التي انتقل إليها في عام 2008. حضر الملتقى الوطني للتغيير الديمقراطي الذي انعقد بأديس أبابا في عام 2010، وانتخب عضوا في المفوضية الوطنية للتغيير الديمقراطي التي أعدت للمؤتمر الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي بأواسا في عام 2011. ألا رحم الله عبده صالح حمدة وأكرم نزله مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وألهم أهله وأصدقائه وتلامذته وشركاء دربه في النضال الصبر والسلوان وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعلن نائب السفير والمستشار الأول بسفارة دولة إريتريا لدى الإمارات الأمين نافع يوسف انشقاقه عن نظام أسمرة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة الأناضول التركية يوم الأحد الماضي 26 من يوليو الجاري. وقال الأمين إن الحكومة رفضت إجراء أي إصلاحات منذ عقدين من الزمان، والتي كنا ننادي بها على مراحل مختلفة، مشيرا إلى أنه كان من ضمن الأصوات المطالبة بالإصلاحات وإقامة مؤسسات للدولة وإجراء الانتخابات وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والسماح بالتعددية الحزبية وإطلاق سراح كافة المعتقلين وإقامة دولة مدنية يتساوى فيها الجميع. وأشار إلى أن الشعب الإريتري الذي قام بتحرير أرضه بعد 30 عاما من النضال فوجئ بنظام ديكتاتوري يقمع شعبه ويخلق عداوات للشعب الإريتري مع كل جيرانه. وانتقد الدبلوماسي الإريتري استمرار عملية القمع والاعتقالات، مناشدا المجتمع الدولي للضغط على حكومة بلاده لإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان بكافة أشكالها. يذكر أن نافع قد التحق بالجبهة الشعبية الحاكمة في عام 1979، وعمل رئيسا للاتحاد الوطني التابع للجبهة الشعبية فرع القاهرة في الفترة من 85 و900 وألف إلى 91 و900 وألف. وبعد الاستقلال تم تعيينه قنصلا عاما ضمن أول فريق دبلوماسي في السفارة الإريترية بالقاهرة في الفترة من 91 إلى 96. كما عمل بعدها مسؤولا لدائرة الشرق الأوسط والمراسم البروتوكولية بوزارة الخارجية، ثم عمل كذلك قنصلا عاما في السفارة الإريترية بكل من لبنان وسوريا، كما أعيد في عام 2001 إلى القاهرة بعد تعيينه مستشارا لسفارة الإريترية. وكان نافع قد عمل كقائم بالأعمال في السفارة الإريترية بدولة الإمارات في الفترة من 2008 إلى 2013، وبعدها وحتى 22 من يوليو الجاري عمل نائبا للسفير في الإمارات. وعلى ذات الصعيد يذكر أن السكرتير الأول لمندوب إريتريا لدى الاتحاد الأفريقي الدبلوماسي محمد إدريس جاوج سبق وأعلن في مايو الماضي انشقاقه عن حكومة بلاده. وقال جاوج في لقاء بثه التلفزيون الإثيوبي الرسمي في 12 من مايو الماضي إن غياب مؤسسات الدولة وانعدام الحرية من أهم أسباب انشقاقه عن نظام الحكم في إريتريا. هذا وقد بدأ مسلسل هروب الدبلوماسيين الإريتريين منذ عام 2001 عقب اعتقال الحكومة الإريترية 15 مسؤولا ووزيرا أبرزهم نائب الرئيس محمود شريفو، وهي المجموعة التي عرفت لاحقا باسم المجموعة الإصلاحية G15. صوت المنتدى. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة اليوم، وحتى نلتقي وإياكم في الأسبوع المقبل كونوا بخير.